اهلا بيكم. ازيكم؟ النهارده عملت شات بوت لويب سايت بتاع عميل في 5 دقايق. كل اللي عملناه ان احنا عملنا سكراب للويب سايت بسرعة كبيرة جدا، ودخلنا الداتا بتاعته على الشات بوت، ودلوقتي اقدر اسأل الشات بوت اي سؤال تخص الويب سايت بتاعه. خليني اوريكم ازاي عملنا ده بس بعد ما نجرب الشات بوت مع بعض. ده موقع اسمه لابريفا. خلينا نجرب مع بعض. لو سألته ايه هي لابريفا، فانا قلت له وات از لابريفا ومستني يرد عليا، وفي لحظتها رد عليا وقال لي لا بريفا امباور كلينيكال براكتسز تو ريديوس كوست اند جرو ريفينيو. لو خدت بالكم ان الكلام اللي مكتوب دوت هو نفس الكلام اللي مكتوب هنا اهوت empowers clinical practice to reduce cost and grow revenue وهكذا. وبعدين هو زود كمان معلومات تانية من أماكن تانية في الويب سايت، ممكن لو دخلنا ندور عليها هنلاقيها. فممكن أقول له إن هو what is the company mission، وخلينا نشوف لو هيرد علينا يقول لنا الكلام ده. فانا كتبت له what is the company mission، فقال لي the mission of Labriva is to ensure your clinical operates seamlessly without unexpected disruption caused by وهكذا. هتلاقوا نفس الكلام to ensure your clinical operates seamlessly without unexpected disruption caused by inventory shortage. طيب علشان نتعلم ازاي عملنا شات بوت زي دوت، محتاج تتفرج معانا وتتابع سلسلة الفيديوهات من على القناة بتاعتنا. اتمنى ان انت تتفرج عن سلسلة فيديوهات ازاي تعمل شات بوت من زيرو بدون كود، لان كلها مبنية على بعض. فاتمنى ان انت تتفرج على تحديدا الحلقة الاولى والتانية والتالتة من اهم الحلقات اللي بتعلمك ازاي تبتدي بفلو وايز. ويا ريت تعملها سبسكرايب عشان خاطر اي فيديوهات تانية تنزل جديد تتابعها معانا. خلينا نخش في الموضوع. وده الفلو اللي احنا عملناه، هو عبارة عن مجموعة نودز عملناها على فلو وايز ونقدر نتكلم معاها بكل سهولة. لو انتوا خدت بالكم انا سألت الاسئلة اللي احنا سألناها مع بعض من شوية ورد عليا نفس الاجابات بتاعة لابريفا. واقدر اشوف المحادثات اللي تمت على الويب سايت لو دخلت على setting view messages، فهيجيب لي المحادثة اللي احنا لسه عاملينها على الويب سايت مع بعض وهكذا. طيب علشان نبني شات بوت زي ده محتاجين نبتدي من البداية نعمله سوا. فدي الصفحة الرئيسية لفلو وايز، ولو ما تعرفش ازاي تعمل سيت اب اتفرج على الحلقة رقم 2 هيقول لك ازاي تعمل سيت اب. اول حاجة هنعملها هنقول له نيو فلو. فبمجرد ما نخش اول حاجة بنعملها دايما ان احنا بنسيف الشات فلو، فانا هسميه لابريفا وهقول له سيف. كده اصبحت لابريفا جاهزة معايا. بمجرد ما هخلص هاخد الشات كود دوت وهحطه عندي على الويب سايت وهيشتغل معايا اوتوماتيك. في البداية بندوس على زرار البلس، واول حاجة هنستخدمها هي التشينز. زي ما اتفقنا قبل كده ان دايما اي conversation بتبتدي يا اما بايجنت يا اما بتشين. انا هبتدي بتشين وهبتدي بالconversational question and answer chain. هسحبها معايا وهلاقي ان هي محتاجة اكتر من مدخل وهي بتطلع مخرج واحد. اللي انا هعمله دلوقتي هو ان انا هدخل لها الشات موديل. انا هستخدم اوبن اي اي. ليك الحرية ان انت تستخدم الموديل اللي انت عايزه، لان هناوت في عندك موديلات كتير زي كلود وزي كوهير وزي جوجل وشات اولاما. انا هستخدم اوبن اي اي وهسحبه معايا هنا اهو وهحطه قدامي وهوصلهم ببعض. ودلوقتي انا محتاج ان انا ادخله الموديل اللي انا شغال عليه. الكريدنشلز الاول احنا اتعلمنا ازاي نعمل لها سيت اب قبل كده، فهتقول له اوبن اي اي وتقدر تستخدم الشات موديل اللي انت عايزه. انا هستخدم جي بي تي 4 ليتست وهخلي التمبريتشر 7 لان انا مش محتاج ان هو تكون الكرياتيفيتي بتاعته عالية. وبعدين تاني حاجة هدخلها هي الفيكتور ستور ريتريفل، ودي عارفين ببساطة نجيبها منين. هندوس على بلس، هنقفل الشات موديل وننزل للآخر هنلاقي الفيكتور ستور. انا هستخدم in memory vector store. طبعا ليك الحرية ان انت تستخدم الميموري ستور اللي انت عايزها. انا هستخدم in memory لان انا بعمل حاجة مؤقتة للتوتوريال دوت. انت تقدر تستخدم اللي انت عايزه. وبعدين هلاقي ان بعد ما وصلتها طالبة مني 2 مدخلين، اهم حاجة فيهم الامبيدنج. واتفقنا ان الامبيدنج هو ده اللي بيقسم الويب سايت او بيقسم الملف لمجموعة subjects او chunks زي ما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت. فانا هنا هو هفتح علامة البلس وهنزل على امبيدنج وهختار اوبن اي اي امبيدنج. برضو انت اختار اللي انت عايزه، بس انا بفضل اوبن اي اي لانه سهل الاستخدام في البداية بالنسبة لحد لسه مبتدئ. وهوصلهم ببعض وهختار الكريدنشلز بتاعتي اوبن اي اي. برضو هسيب الموديل نيم زي ما هو مش هغير فيه حاجة. هلاقي ان انا لسه محتاج الدوكيمنت، وفي الحالة دي الدوكيمنت اللي انا ادخلها هي اللينك بتاع الويب سايت. ازاي بدخله؟ لو فتحت علامة البلس في حاجة اسمها الدوكيمنت لودر،
هختار شيريو ويب سكريبر. شيريو ويب سكريبر ده عبارة عن ويب سكريبر بيسكراب الانترنت لموقع معين انا عايزه يسكرابه. فانا هنا هوت هخش على موقع لابريفا وهاخد الموقع كوبي وهحطه معايا واقول له اليو ار ال بتاعت موقع لابريفا انا عايزك تعمل له سكراب وتسحب لي كل الداتا اللي فيه. بمجرد ما حطيت اللينك هفتح مانج لينكس وهقول له فيتش لينكس، فهيدخل يشوف كل اللينكات المرتبطه بالموقع دوت ويجيبها لي وهنا نزل لي كل اللينكات المرتبطه بالموقع. كل اللي انا هعمله ان انا هقول له سيف وبعدين هفتح الاديشنال بارامترز، ودي انا مش محتاجها 10، انا محتاج 5 نتائج بس بالكتير، مش محتاج اكتر من كده علشان اقدر اشوف النتائج بتاعتي. لو لاحظت هتلاقيه ان هو هنا هوت بيحتاج تكست سبليتر، بس قبل ما نديله المدخلات بتاعته خلينا ناخد المخرج بتاعه ونوصله بدوكيمنت. هنا كده موصلين كل حاجة، فاضل لنا بس السبليتر. فهنخش على علامة البلس وهنفتح مع بعض التكست سبليتر. هننزل لتحت شوية هنلاقي تكست سبليتر. اللي تهمني هنا هوت هي ريكيرسيف كاركتر تكست سبليتر، هاخدها معايا وهوصلهم ببعض. بعد ما وصلتهم ببعض هقوله التشانكس هسيبها زي ما هي وهقول له سيف. كده انا خلصت، اقدر اعمل شات دايركتلي مع الشات بوت، بس هيتفضل ان احنا نعمل ابسرت للويب سايت دوت. يعني بمعنى اصح هنقول له يلا سكراب الويب سايت دوت. فانا هخش على ابسرت هنا وهقول له ابسرت. فدلوقتي اللي هو بيعمله ان هو دخل على الويب سايت وبيسحب الداتا اللي موجودة في الويب سايت بالكامل، وقال لي انا سحبت 145 تشانك كلها معلومات خاصة بالويب سايت. لو لاحظت ان هو هتلاقي المعلومات اللي احنا سألناه عليها قبل كده ورد علينا، وهي دي كل المعلومات بتاعت الويب سايت اخدناها في اقل من دقيقة. اقدر احط له هنا هوت في الاديشنال بارامترز بتاعت الشات بوت معلومات زيادة واقول له مثلا انت شغال في عيادة او غيره. انا هسيب كل حاجة للديفولت بتاعتها وهبتدي اعمل شات مع الشات بوت. اول سؤال هسأله ايه هو لابريفا، فانا سألته قلت له وات از لابريفا وهستنى يرد عليا. وهنا رد عليا واداني معلومات كلها عن لابريفا. ولو سألته how to contact them وهستنى برضو يرد عليا. وهو معنى كده ان هو راح اخد الداتا، اداني رقم التليفون واداني الايميل وقال لي ممكن تكلمهم سواء على ده او على ده. كده الشات بوت بتاعي شغال كويس جدا، مفضلش غير ان انا احطه على الويب سايت بتاع لابريفا. دلوقتي عشان اقدر اخد الكود بتاع الشات بوت دوت معايا على الويب سايت، اول حاجة هفتحها هي عبارة عن علامة البراكتس ديت، وهاخد الكونتنت بتاعي اللي هنا هوت كله ده كوبي. بسهولة ادوس هنا هوت كوبي هيعمل كوبي عليه بالكامل. دلوقتي انا اخدت الداتا وهخش على الموقع. الموقع بتاعي عبارة عن ووردبريس. انت ممكن يكون عندك ويكس، ممكن يكون عندك شوبيفاي، ممكن يكون عندك اي موقع تاني. كل اللي انا محتاج احطه هو الكود اللي احنا خدناه. فهفتح الويب سايت بتاعي وبعدين هخش على الداشبورد بتاعتي، هنزل بلجن وهقول له اد نيو بلجن وهكتب في السيرش ان هو ووردبريس كود وهعمل سيرش. هيطلع لي نتيجة ووردبريس كود اول نتيجة وده اللوجو بتاعها. هقول له insert او install now بعدين activate. ومجرد ما عملت activate هلاقيه نزل عندي في البلجنز. فهفتح البلجنز installed plugins وهنزل تحت لغاية ما اوصل للووردبريس بلجن. هقول له كود سنيبت وهقول له add new code snippet وبعدين add new code snippet هنا HTML snippet وهحط الكود اللي انا اخدته كوبي وهقول له save. بمجرد ما هعمل كده هيطلع لي اوتوماتيك الويب سايت بتاعي في الشات بابل بتاعتي اللي اقدر اعمل فيها شات مع الشات بوت دايركت. تقدر تعمل ده مع اي ويب سايت لاي عميل عنده ويب سايت ايا كانت التكنولوجي بتاعت الويب سايت في دقايق. مش محتاج ان انت تعمل اي مجهود ولا تاخد اي داتا كوبي. كل اللي هتعمله ان انت هتاخد اللينك بتاع الويب سايت وتدخله في فلو وايز وهو هيقوم بالباقي. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا معايا بالفيديو ده، ولو عندكم اي اسئله او استفسارات ممكن اسيب لكم الايميل بتاعي في الديسكريبشن. اشكركم على متابعتكم، مع السلامه.